عارفين المجرمين المتسلسلين اللي بمجرد ما يتذكر اسمهم الناس بتترعب؟ تخيلوا بقى كان في شخص اسمه بس كان كفيل يخلي كل اللي بيسمعه يقرر الانتحار قبل ما يقابله من كتر الخوف منه. وما كانش مجرم، بالعكس تماما، ده كان شخص صاحب سلطة وصاحب مقام وصيت كبير، بس كان بيقوم بأبشع الأفعال المؤذية اللي ذكرها التاريخ، وكان بيعمل كده في بشر زيهم زيه من غير أي ندم ومن غير ذرة شفقة. لو عايز تعرف مين ده تعالى وانا اقولك. انا رامز عادل وده المغبقنجي. حمزة البسيوني اللي اتلقب بالشخصية الأكثر وحشية في تاريخ مصر كلها. اتولد حمزة سنة 1922 ودرس في الكلية الحربية، وأول ما خلصها التحق على طول بعد كده بسلك الضباط الأحرار اللي كان سري وقتها، واللي كان واحد من ضمن الضباط اللي أطاحوا بالنظام الملكي في مصر، وكان وقتها برتبة رائد. وبدأت حكايته بعد محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في حادثة المنشية سنة 54. في الوقت ده كان جمال عبد الناصر لسه رئيس للوزراء، وتم تسليم العقيد حمزة البسيوني إدارة السجن العسكري بكل حاجة فيه، عشان يبدأ تاريخ أكبر مجزرة تمت في السجون المصرية وقتها، واللي كان فيها استهداف مباشر للعديد من الأبرياء بطريقة مظلمة ووحشية، لدرجة ان الضحايا كانوا بيتمنوا الموت في كل لحظة وهم في السجن. وحمزة البسيوني كان رئيس السجن العسكري، واسمه لوحده كان بيعمل رعب للمصريين، وده بسبب انتشار قصص وحكايات التعذيب جوه السجن ده بالذات، وللأسف كلها كانت قصص حقيقية. ومن كتر شدة الوحشية والظلم اللي مارسهم الوحش ده بالسجن اتلقب بملك التعذيب في السجون العسكرية، أو العمل الأسود زي ما كانوا بيقولوا عليه جوه السجن. بس اللي كان بيتقال عليه شيء، أما اللي كان بيقوله هو على نفسه شيء تاني خالص. وأشهر الجمل اللي كان بيرددها على نفسه وبيقولها لكل المساجين عشان يحفظوها وتتحفر جواهم، كان بيقول لهم: أنا إله سجون الحرب، أنا القانون وأنا البلد، أنا القاضي وأنا الجلاد، أنا اللي هديك الحياة أو أنا اللي هوديك للموت. وكان بيمشي وسطيهم ويقول لهم: أنا ما باخدش حد منكم بإصال، مفيش حد يعرف حتى عددكم كام عندي، وعندي استعداد إن أقتل منكم 100 كلب كل يوم، ومحدش هيحاسبني ولا حتى حد هيقولي انت بتعمل ايه. متخيلين مدى الجبروت اللي كان فيه حمزة البسيوني؟ ده جبروته كمان عدى كل الحدود دي، لدرجة لما كان بيسمع حد من المساجين وهو بيعيط من كتر الألم والعذاب اللي بيشوفه وبيتوسل لربنا وبيقول له يا رب، كان بيرد هو ويقول له: ربنا في الزنزانة اللي جنبك. ومساحة السجن اللي كان ماسكه حمزة البسيوني كانت مهولة، كانت تقريبا حوالي 14400 متر، وكان متقسم ل4 مناطق، كل واحدة فيهم أسوأ من اللي قبلها وأصعب من اللي قبلها. ولما كان بيبقى زهقان كان بيودي المساجين للكلاب الجعانة اللي هو كان بيبقى قاصد يسيبهم جعانين عشان تاكلهم وتقطع من لحمهم نساير وهم حيين. وكان بيستمتع بالوحشية وبيتلذذ بمنظر الدم. وكان حمزة بيفضل الكلاب عن البني آدمين، كان بيأكلهم أفضل أنواع اللحوم قبل حتى أي موظف عنده أو أي سجين في السجن. وأي سجين كان بيجيله ومعاه توصية من الجهات العليا كان بيحبسه في زنزانة من زنازين الكلاب اللي حابس فيهم الكلاب، وبيشربوا وبياكلوا وبيعملوا حمام مع الكلاب.
وكأنهم كلاب فعلا، وده عشان يخليهم يحسوا بالذل اكتر، وكان بيخليهم مقرفصين وممنوع انه يقوم يمشي على الارض ابدا. وكان في موقف شهير اتحكى ذكره الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، لما قال ان كان ليه جارة كان جوزها مسجون عنده في السجن، وواجهت صعوبة جدا في زيارته لحد ما قدرت انها تجيب تصريح بواسطة عشان تقدر تزوره جوه سجن حمزة البسيوني، وخدت بنتها وراحت اخيرا عشان تزور جوزها، وقابلت حمزة البسيوني وقال لها عملت كل ده عشان تيجي تزوريه؟ هوريهولك. وخلى الحراس يجيبوه عشان يشوف مراته وبنته، ولما الحراس جابوه لقيته مربوط بسلسلة من رقبته وجاي ماشي على ايده ورجله زي الكلاب، وما قدرش يرفع راسه حتى عشان يبص عليهم من كتر الذل والخوف. وكان حمزة البسيوني قاعد حاطط رجل على رجل وبيسأله انت مين؟ والراجل بيرد بيقول له انا كلب سيادتك. يقوم سأله تاني والكلاب بتعمل ايه؟ الراجل يقول له بتنبح فخامتك. قال له طب يلا وريني مستني ايه؟ فقام الراجل قعد ينبح والدموع نازلة من عينيه من كتر الذل والحسرة قدام بنته ومراته، لدرجة ان الراجل ده ما طولش بعدها ومات بعد كل اللي حصل له من كتر الذل والأسى اللي حس بيه قدام مراته وبنته. والمشهد ده اللي جسده عبد المنعم مدبولي في فيلم احنا بتوع الاتوبيس. تخيلوا ان المشهد ده طلع حقيقي مش سينما. وحمزة من كتر مصيته عالي جدا، كانت الجهات السياسية العليا لما بيختلفوا مع حد كانوا بيبعتوه له على طول وبيقولوا له اتصرف، وحمزة كان بيعذب اي حد منهم زي العلماء والمبشرين والسياسيين اللي بعتوهم له، وكان بيجلدهم بعد ما بيدهنهم بزيت عشان جسمهم يتحرق، وكان بيجرجرهم على ازاز عريانين، لدرجة انه وصل بيه الحال انه بيربط اعضائهم التناسلية ويشدهم في مشهد اظن لو اتعرض في فيلم اجنبي هيتشال من كتر الوحشية اللي فيه. ومش بس كده، ده حمزة هو اللي اخترع فكرة تعذيب العروسة وغيرها من الطرق اللي كان بيذل المساجين بيها، وده طبعا غير حالات الوفاة والقتل والانتحار اللي تمت وكان في شهود عليها. وقالوا انه كان بيدفن المساجين في وقت من الاوقات وهم احياء في الصحراء بالقرب من السجن. متهيألي الموضوع كان واصل لدرجة بشعة لحد ما سنة 1959 قدروا الأسرة انهم يحتجزوا مجموعة من الحراس السجن ورفعوا السلاح عليهم وقالوا احنا كده كده ميتين، للضغط على الدولة عشان تشيل حمزة البسيوني من منصبه. وتم إبلاغ السلطات بكل الكوارث اللي عملها حمزة البسيوني، وطبعا كانوا متخيلين ان في قرار هيتاخد ضد حمزة البسيوني شديد جدا، لكن اللي حصل العكس تماما. تخيلوا بعد كل اللي عمله اترقى بالظبط زي ما سمعت، رقوه لرتبة لواء. ولما طلبوا الرئيس جمال عبد الناصر عشان يعرف منه ايه اللي حصل في السجن وايه اللي وصل للناس لكل اللي هم عملوه، وصل عنده ووقف رئيس الجمهورية لاستقباله بنفسه في ترحاب شديد. وبرغم كل جبروت حمزة البسيوني إلا إنه وطى ورمى نفسه على الأرض تحت رجل الرئيس وحاول يبوس جزمته وقعد يعيط قدامه وتحايل عليه عشان ما ينقلوش من السجن، وقال له انت كده بتحكم عليا بالإعدام يا ريس. وقال له أنا مش عايز ترقية، أنا عايز أفضل في مكاني. وفعلا رجعه السجن ورقاه كمان، ورجع حمزة أقوى من الأول بكتير. لكن كانت نكسة 67 هي الضربة القاضية على حمزة البسيوني لما صدر قرار بإحالته على المعاش وتم القبض عليه والتحقيق معاه في تجاوزاته، واتضاف ليه تهمة التورط في محاولة انقلاب ضد النظام، ودخل بعدها السجن لمدة 2 سنين.
بس صدر أمر من جهات عليا بعد انتحار عبد الحكيم عامر بوقف التحقيق في جرائم التعذيب مع حمزة، بعد لما أصر حمزة إنه هيقول في التحقيق كل حاجة. وطبعا كان هيقول إزاي كانوا بيخلصوا على كل منافسيهم بالطريقة دي. وطبعا السلطات العليا لقت إن تحقيق زي ده هيدخلهم كلهم في قفص الاتهام، عشان كده لموا الموضوع بسرعة. وللأسف حمزة برضه ما دقش أي حاجة من اللي عملها في المساجين. بس بعد كده لما استلم الرئيس الراحل أنور السادات الحكم، أمر بقفل السجون السياسية نهائيا، وتم الإفراج عن المساجين السياسيين، وكان منهم حمزة البسيوني. وبعد خروجه من السجن حاول حمزة البسيوني إنه يتدارى عشان يتنسي وعشان اسمه ما يتجابش تاني في أي قضايا، لحد يوم 19 نوفمبر سنة 71، وده كان موافق أول يوم في عيد الفطر. كان حمزة مسافر من اسكندرية للقاهرة ومعاها أخوه العقيد عباس البسيوني، وفجأة وبدون أي مقدمات عمل حادثة كبيرة جدا مع عربية متحملة بحديد التسليح، ومات حمزة وأخوه، وتعرضت جثته لتشويه غريب جدا نتيجة دخول عدد كبير من أسياخ الحديد فيها. ودلت معاينة الطب الشرعي على إن رقبته اتمزقت تماما واتقسم جنبه اليمين لحد ما انفصل كتفه عن باقي جسمه، لدرجة إن المستشار خيري اللي كان مسؤول عن التحقيق بتاع حمزة قال إنه ما قدرش يشوف الجثة من كتر البشاعة اللي حصلت فيها، وقال كمان إنه وقع وأغمى عليه من المنظر اللي شافه. وانتشر خبر وفاته ودفنه في كل الجرايد، وكان أبرز المنشتات المكتوبة الجزاء من جنس العمل، ومات حمزة البسيوني شر ميتة، وكان عبرة لمن يعتبر. وطبعا مش ده بس اللي خلى الخبر ينتشر بالسرعة دي، اللي خلى الخبر ينتشر أكتر إن لما نعشه وصل للمسجد عشان يصلوا عليه ما دخلش وما تصلاش عليه، وحاولوا كتير بس ما قدروش يدخلوا النعش جوه المسجد. ده غير إن اللي بيغسلوه غسلوه 11 مرة لأنه كان بيتبرز وهو ميت. واندهش المغسلين من اللي بيحصل ده لدرجة إنهم جابوا دكتور يكشف عليه مرة تانية لا يكون لسه عايش، بس الدكتور أكد إنه ميت واتدفن وهو بيتبرز، وما كانش فيه أي تفسير طبي للي بيحصل ده، واتقفل عليه بالأسمنت ومحدش اتدفن معاه أبدا. ده غير إنهم اتكلموا عنه وعن شره في أفلام كتير زي 2 على الطريق والبريء والقرنق وغيرهم من الأفلام كتير. وبكده تبقى انتهت قصة ملك التعذيب في السجن الحربي. بس السؤال هنا، تفتكروا ليه ممكن بني آدم يعمل كده في بني آدمين زيه؟ لو حد عنده أي إجابة ياريت يسيبها في الكومنتات ونتناقش فيها مع بعض. وياريت اللي عنده أي حكايات تخص حمزة البسيوني أو حد زيه يكتب لنا في الكومنتات. أما بقى اللي عنده أي سؤال أو اقتراح برضو يسيبه هناك وأكيد هشوفه وارد عليه. واللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهرة قدامكم فوق دلوقتي لو انت بتتفرج على اليوتيوب، ولو انت بتتفرج على اي منصة تانية هتلاقوا اللينك في اول كومنت تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعوا حساباتي اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير للحلقة لو عجبتكم. واوعوا تفتكروا ان دي النهاية، لسه في كتير. هنتقابل تاني، استنوني. رامز عادل وده المغبقنجي.